السلام عليكم ومرحبا بكم اخوتي واخواتي العزاز. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مازال متواصلين مع مآسي وحكايات العشريه السوداء، واليوم تاني جيتكم بحكايه جديده من حكايات العشريه السوداء. وقبل ما نبداو بقصه تاع اليوم، ما تنساوش الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. مول القصة يقول: بغيت نشارك معكم هذه القصة وغادي نديكم معايا للتسعينات، قبل ما تبدل الدنيا. وكي كانت الدنيا دنيا، وحنايا كنا نعيشو في مكان ماشي بعيد بزاف، منطقة قريبة بزاف لوادرهيو اللي جاية في ولاية غليزان. المهم دوار فلاحي معروف بالزيتون والقمح، والناس كامل كانت تعرف بعضها البعض، وكنا كامل عائلة واحدة. أنا اسمي محمد، وكنت أصغر ولد في العائلة، وعمري في ذاك الوقت ما يفوش 14 سنة. قبل ما تطيح البلاد في العشرية الكحلة، حياتنا كانت بسيطة بصح فيها الأمان. وفي وقتنا كنا نحسو بالطمأنينة ونرقدو والبيبان مفتوحين، الطاقة محلة عادي، كلش كان محلول وكلش كان فيه البركة، والجيران يدخلوا عند بعضهم بلا ما يطبطبوا. والله يا خوتي كنا عايشين لاباس علينا. وحنايا كانت عندنا أرض صغيرة تاع بابا اللي كان هو فلاح، وكنا نغرسو الزيتون القمح الخضرة وشوية تاع فاكهة. أنا يا وخويا الكبير نعاونو دايما، ويما كانت تنوض بكري تعجن الخبز في الكشة تاع الطين، والريحة تاع المطلوع تاعها تعمرنا كامل الدار ودينا لنا البركة. وكانت بالنسبة لنا الجمعة كل يوم عيد. الجمعة كانت عيد يا خوتي، كانت عندنا حاجة كبيرة في الدوار، نصلوا في المسجد الصغير، وبعد الصلاة الرجال يقعدوا قدام الباب تاع المسجد يحكيوا على السياسة، ويحكيوا على الغلاء تاع المعيشة، ويحكوا ثاني على المواسم تاع الفلاحة وكل حاجة اللي كانت تخصهم. أما الأعراس يا خوتي، الدوار كامل يولي عرس واحد، الناس يزغرتوا وفرحانين بعضهم البعض، والرجال يطيروا البارود، والصغار يركضوا منهم بلا ما يتعبوا. وما كانش حتى واحد يشك في اخوه، وما كانتش عندنا حاجة اسمها الخيانة ولا هذوك اللي ما يتسماوش، عمرنا ولا سمعنا بهم، وهذا الشي كامل ما كانش في القاموس تاعنا. بصح يا خوتي واش نقولكم، في عام 1991 حتى ل 92 بدات الهضرة تتبدل، والناس ولات تحكي على الانتخابات وعلى الأحزاب الفتنة. وأنا كنت صغير وما فهمت فيها والو، بصح نسمع بابا مع مومي ولا أصحابه يحكوا بحرقة. ومن بعد ما جا القرار تاع إلغاء الانتخابات، أنا ماكش نعرف القيمة تاع ذاك الشي في هذاك الوقت. أيا نتفكر بابا دخل للدار وكان ساكت، والوجه تاعو صفر، وما كان فرحان ما كان حزين، وحط الراديو على الطابلة وقال لنا سكتوا، الحس تاعكم مازيش نسمعوا، ديجا كامل خرجوا من الشومبرة وخلوني وحدي. وكان الأب تاعي مقلق، وكان دائما يهمهم ويقول: البلاد هذه راهي رايحة في الهاوية، يا ربي يجيب الخير. يقول كلمة زوج ويقولنا ربي يجيب الخير. والنظرات في عيون الناس تبدلت، وفي الأول صح كانت غير إشاعات، وقالوا كاين جماعة طلعت للجبل، وقالوا كاين شباب من القرى القريبة ما بانش عليهم حتى خبر. بصح في الليل كنا نسمعوا في طلقات بعيدة، ويما مسكينة تدعي علينا تقولنا يا ربي يحفظ لي وليداتي، وتدعي لكامل المؤمنين. وبابا بدا يبلع الباب مليح وحتى تواقي، والأمان ولا ينقص حتى كامل انعدم. ومع الوقت ولاو الجماعات المسلحة يدخلوا للدوار، يجوا في الليل ملثمين لابسين القشابيات، وكانوا يطبطوا في الباب غير بعقل مع الأول، وإذا ما فتحت لهمش يا ويلك. وأول مرة جاو لدارنا قلبي شوية ما يطير من بلاصتو، وأنا عمري ما سمعتهم ولا شفتهم، وأصلا ما نحوش نشوفهم. بابا فتح وقعد يصطفق. هيا دخلوا ثلاثة وقالوا له: حنايا المجاهدين ورانا نحاربوا في الطغاة، ولازم عليكم تدعمونا بالمؤونة ولا بالدراهم وبكامل واش عندكم، وانت في ميزك تقول لهم لا لا باينه ما تقدرش. وبابا عطالهم شويه سميت، وراح جاب لهم شويه دجاجات ذبحهم في الحوش، وعطالهم شويه دريهمات اللي كان ملايمهم. وما عندكش الكوراج باش تخبي، لو كان يحوسوا ويلقى غادي يكملوا معك. من بعد ولات عاده، كل اسبوع حتى الاسبوعين يجوا، مرات يطلبوا الخبز، مرة البطاطا، المهم أي شيء، المهم الحاجة اللي تنفعهم، ويقولون غير يمات ونعاودوا نرجعوا.
والناس قليلة اللي كانت تخبي. وين غادي تخبي؟ تحت الأرض، ما كانش وين. بصح والله غير يا خاوتي وصلنا لهذوك المواصل، عياو وكثروا على موصاوهم وعيونا معاهم يطلبوا الخبز البطاطا أي حاجة. حتى وصلت بيهم وين طلبوا واحد من الشباب معاهم يطمعوا فيه ويقولوا له رواح تجاهد معانا يا مات وترجع. والناس قليلة اللي رجعت، اللي كان يروح ما يرجعش أبار اللي كتب لهم ربي عمر جديد وسلكوا منهم. الدوار تاعنا ولا يعيش جحيم بين نارين، إذا تعاونت معاهم الجيش يشك فيك، وإذا ما تعاونتش معاهم غادي ينتقموا منك ويسموك مرتد. الجيش والدرك ولاو يديروا حواجز أمنية في الطرقات بين ودرهيو وغليزان وكل المناطق تقريبا، وكل شوية يحبسوا يسقسوك مين راك جاي وين راك رايح، علاش راك خارج في هذا الوقت وين تخدم ومع ماك رايح. الخوف ولا عامر القلوب، وحتى واحد ما ولا يفيق في واحد. في الدوار بدات الشكوك، واذا جا واحد غريب تزيرت عليه كامل العيون عليه. اذا واحد دار جديده ولا بنا ولا صبغ ولا شراكش طوموبيل ولا حاجه غاليه يقول لك منين جابها ومن أين لك هذا. وبعض الناس حتى اتهموهم بالتعامل مع الجماعات الإرهابية، وبعضهم اتهموهم أنهم يوصلوا الخبر لبعض الخونة. نتفكر يا خوتي واحد الليلة جاوا الجماعات المسلحة وحطوا محاجز في مدخل الدوار وحبسوا واحد السيارة تاع تاجر، هبطوه وفتشوه وداولوا السلعة كامل اللي كانت في الكاميو، حتى حاجة ما خلوها له، وقالوا له هذه الغنيمة تاعنا. والناس كانت تشوف من بعيد وساكتة وما يقدروش يدخلوا روحتيهم. وبعد يومين جا الجيش ودار عملية تمشيط كبيرة، دخلوا للدوار مع الفجر وداروا فيه تفتيش بيت بيت، زنقة بزنقة، قلبوا الفراشات قلبوا الخزانات حتى الحصاير ورفدوهم، وقالوا له هذوك اللي ما يتسماوش راهم يخزنوا هنا، اذا مشي نتوما عند الجيران. وحنايا كنا غير ناس بسطاء، بصح ما كانش تبان عليهم الثقة، كان عندهم الحق. خويا الكبير عبد القادر كان في عمره 20 سنة برك، وفي هذاك الوقت الشباب كانوا في خطر أكثر من أي واحد. مرة يا خوتي بغاو يدوه معهم للجبل، بابا وقف قدامهم وقال لهم هذا ولدي مريض وما يقدرش. وبالطبع هذه كانت كذبة، بصح المهم سلكوا وقال لهم باللي عنده القلب. ومن بعد هذيك الليلة بابا بعثوا لدار خالي في المدينة باش يبعدوا على الأعين كامل، وعلى باله لو كان يدوه ما غاديش يرجع. وهنا يرجع كل ما راه يزيد ويزيد، الفلاحة نقصت على خاطر الناس كانت تخاف تخرج للحقول تاعها، وحنايا أغلب الحقول كانوا في مناطق جبلية بعيدة واللي يروح وحده يقدر ما يرجعش. ومرات كنا نسمعوا باللي فلان لقاوه مقتول في الواد الفلاني، وشكون اللي يتجرأ ويروح ثماك. واي واحد يروح للمحصول تاعه ولا يرعى بالغنم يعتبروه باللي راه يتحدى فيه، ويما مسكينه غير تبكي في صمت وخايفه علينا بزاف وتقولنا يا ربي نكملوا حياتنا غير بخير، معليش فقراء المهم هانيين. يا ربي يهني هذه البلاد ويحفظ أولادها. والعلاقات بين الناس تبدلت قاع، والعلاقات بين الجيران حبست، جارك يفوت عليك لا ضحكة ني والو، إذا قلك السلام عليكم راك مليح. وما ولاش كاين جلسات قدام البيوت، ما كاين لا في النهار ولا في الليل، وكل واحد جاب روحه. الأعراس انعدمت ولاو يتزوجوا في السكات، وإذا داروا كاش عرس غير وليمة تاع ماكلة برك، لا صوت لا والو. يعني هنايا كانت تضحية كبيرة منهم. الفرح ولا يخوف، والخوف ما نحكيوش عليه. ومرة يا خاوتي اتهموا واحد من جيراننا باللي راه يعطي الأخبار للجيش، جاو ليه جماعة في الليل وداوهم معهم قدام مرتو وقدام ولادو، وكاع ما ننساوش الزقية تاع مرتو مسكينة، وحتى أولادو الصغار ولاو يبكوا اللي داوه. وما بعد أيام حوسوا من كل الجهات وما كاش، المهم بلغوا الدرك بلغوا الشرطة وما بنى عليه حتى خبر، حتى وين لقاوه مقتول مسكين في واحد الغابة قريبة. وفي هذاك النهار الشك دخل في قاع العائلات، ومشي غير الجيران ولا ولاد الحومة، وكل كلمة تتحسب عليك
وكل حركة تتراقب. وأنايا كبرت في الجو تاع الخوف، وبدل ما نكبر في الجو تاع القراية وكنت نفكر برك غير كيفاش نحمي روحي وكيفاش نحمي يما خاوتي بابا. وعلى بالكم الليل كان بالنسبة لينا كيما الوحش، واللي جرب هذا الشيء راه على بالو واش راني نحكي. وكنت دائما نرقد بحوايجي، ودائما قدامي يا الصباط يا البليغة حاشاكم، باش اذا كاش ما صرات حاجة طريقة المهم نخرج ونهرب. الطفولة تاعي جوزتها جحيم في هذيك السنوات المأساوية، بصح من رغم هذا الشي كامل يا خوتي كانت كاينة لحظات تضامن. وإذا داروا حملة تمشيط للجيران كامل ينبهوا بعضهم، وإذا كانت عائلة راهي في محنة يديروا الماكسيموم ينقصوا عليها، وإذا نعرفوا الناس بلي راهم جيعانين نوكلوهم معانا ونشربوهم معانا. المهم فاتوا سنين والحواجز بقات، بصح كانت أقل توتر، والناس بدأت تخرج بشوية بشوية، والقوقعة اللي كانوا فيها والجرح مازالوا إلى يومنا هذا. ورانا في 2026، ويمكن نرجع بالذاكرة تاعي للور ونشوف واش فوت في هذاك الدوار، ونترحم على اللي ماتوا وربي يرحمهم، ونحس باللي كانت عندنا زوج حياة. حياة قبل إلغاء الانتخابات اللي كانت فيها راحة البال والحياة كانت هانية، وحياة أخرى من بعدها معمرة بالخوف والترقب والرعب. وأنا حكيت لكم يا خوتي هذه القصة ماشي باش نخلعكم وماشي باش نرجع الوجع، باش برك ما ننساوش، على خاطر النسيان قادر يرجع نفس الغلطة. وحنايا باش نثقفوا الناس ونوعوهم أكثر وأكثر، خاوتنا وولادنا وبناتنا اللي راهم ضرك، باش يحافظوا على أمن البلاد. لأنه صح ما جاش بالساهل، البلاد هذه غالية، وراكم تسمعوا بزاف حكايات وبزاف روايات باش تحافظوا عليها، لأنها ما تسقاش بالماء، تسقات بالدم تاع الضحايا وعائلات راحوا. حافظوا عليها يا خوتي معليش، وصح رانا في غلاء بصح المهم كاين الهنا، معليش فيها خير إن شاء الله، وغادي تفرج كما فرجت علينا في هذاك الوقت، وإن شاء الله قاع يفتح علينا بيبان الخير ونولوا أحسن مما كنا. وهذه هي القصة تاع اليوم خوتي وخواتاتي، ونقول لكم صحة سحوركم وصحة فطوركم، وما تنساوش تدعموني في قناتي هذه، والملتقى في فيديو جديد من فيديوهات العشرية السوداء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.